حسبي الله ونعم الوكيل بيك. يا لانا تالي عمرو وتالي شيبي انذب بالسجين وانتم هيج تهمه. هسه قالوا لي نعرضك على القاضي وحتى القاضي ما شفته. لا اله الا الله، اللهم افرج عني يا رب. هسه لو مطي فلوس وساكت احسن لي. الله كريم. ها حجي، شفت تاليتك شلون؟ شو تريد انت من عندي بعد كل اللي سويته بيه وذبيتني بالسجين ودمر السمعة قدام العالم وخليت اللي يسوى ما يسوى يضحك علي؟ شو تريد؟ الله لا ينطيك. ها حجي شنو هم بعدك يعني عينك وكيحة؟ الله لا ينطيني مو؟ ادير وجه واخليك ناد خيس وتحلم لا يوصلك قاضي ولا يوصلك ماضي، تنام هنا على وجهك بالسجن لمن تخيس. ادري عمي، قل لي انا مأذيك بشي ضارك بشي؟ حج انا قلت لك لا تحط راسك براسي، قلت لك انطيني فلوس نص من المطعم وتظل. ليش عاندت وتاليتك بالسجن هسه مذبوب، ما حد يسأل عليك وما حد يدري بيك وين؟ هسه شو تريد من عندي؟ بس قل لي، بس طلعني منه. اخذ المطعم، اخذ كل شيء، شو تريد؟ بس طلعني منه. جهالي صار لي قد ما شايفهم، عائلتي صار لي قد ما شايفه. تستاهل حجي، من البداية ما سمعت نصيحتي. المهم حجي ابشرك، اكو ناس ما تعرف لا بيك ولا تعرفك ولا تعرف المطعم، قامت تاخذ الصور نشرناهن وتروح تنشرها. يعني حسبي الله ونعم الوكيل بيهم. يعني حتى ما يدري بالسالفة شنو ساهم بنشرها، يعني هم مشاركين وياك بظلمي. حجي لا ظلمك ولا ظلمي، اسمعني، الناس اصلا صاحب الفضل عليه لان هم ساعدوني وخلوا المنشور يصعد ترند. مطعم الحجي يبيع لحم مطايه وفضل المجتمع العراقي، اخذ نسخ ولصق ونشروا. المهم حجي، تريد تطلع من هنا وانت سالم الزوع ل60 مليون مثل الورد، تخابر لي واحد اطلعك تجيبهن ما اعرف شلون تجيب 60 مليون يلا تطلع. ادري وليد منين اجيب لك؟ يعني انا المطعم خسر وهذا المطعم مطلوب عليه، يعني هسه خسرت لي بال200 مليون، هاي العالم منين اعطيها؟ شوف حج، ما دامك قمت تجرب الحكي وتودي وتجيب مو 60 مليون 70 مليون، تبيع العقار مال المطعم وتسلمني الفلوس وباي باي، وبعد ما حد يوصلك، وين ما تروح روح. تمام؟ لو ازود بعد. ايه يا عم، صار شو اسوي بعد؟ ان شاء الله بس خلي اطلع. حج نسيت اقول لك، ترى الشراي جاهز، يعني انا جايبه، فمن يجيك الشراي توقع له على العقد مال المطعم وكل ما يذكر صاحبه بخير، واخذ انا الفلوس مال المطعم اللي هن 70 مليون. تمام؟ هاي بس خلي اطلع منه. اي حج افرح، سعني ما مضايج بعد، مو طلعتك من السجن؟ ايه افرح، ليش بفرح؟ الله كريم. حج عندي مفاجأة لك، مو بس السند مال المطعم، لا حاجة تنازل له حتى على البيت، لو تريد ترجع لجوا وتشوف اللي شفته. وليدي دخيل الله ودخيلك، قلت لك ما بقى عندي بس هذا البيت اللي هو انا وعيالي. ارحمني الله يرحم والديك، المطعم اخذه ما اريده، بس ارحمني عوف لي بس هذا البيت عادي لمن انا وعيالي. لا رحم الله والدي ولا والديك، رحمة لأهلي ما أريد. تسمعني لولا، ترى الدنيا زاعتنا وجاز أروح من هالسوالف، لا تصير مسكين، توقع لو ترجع الجوه. اوقع وليد، اوقع الله كريم، اوقع. وهسه شيل راسك، لا ظل مدنق وضايج، ووقع انت مرتاح واطلع عليك الحرية. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا وبستاذ جسومي. حجي موافق على كل الأوراق، بس يوقع ويتوكل بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. صفيت لا بيت لا مطعم لا عيال، كله بسبب ذاك الظالم. والناس اللي ما تعرف شنو صار وقامت تنشر وتساعد بالسمعة المو زينة إلي. صدق إخوان، ليش احنا نتسرع ونظلم الناس؟ ليش ما نتأكد من الموضوع ونعرف شنو؟ ولا أحسن ما نتدخل؟ ليش ندخل بغيرنا ونظلم الناس؟ حج الله يساعدك، تعطيني فنجر لو لا؟ هذا شو الحجي؟ ايش قلت له انا ما تروحه؟ تنويه اخوان، هاي الحلقة من خيالي، تمام؟ وش اريد من عندكم؟ تضيفوني، واللي ما مشترك خلي يشترك وياي، ينضم لي بالتيك توك ويشترك باليوتيوب
وينطيني لايك وتعليق من عندك. شوف هذا التعليق أنت تخلي هذا البسيط، أنا عندي هذا التعليق شيء كلش كبير يحفزني واستمر وياكم، وإن شاء الله رسالة وصلت. وبس صدق إحنا شانين بالناس وهواي شغلات ما نعرفها نقعد ننشرها ونتداولها بيناتنا وما نهتم للشخص الآخر اللي إحنا راح نسبب له مشكلة أو نأذيه. إن شاء الله وصلت.